السلام عليكم. عملت استعداد صحفي لجريدة وموقع شوف علاش، الموقع الإخباري العالمي، الموقع المغربي، الموقع العالمي. وأنا طبعا على عفيفي، الإنسان الوحيد في مصر والعالم اللي طبق الشريعة الإسلامية على نفسه وقطع دي الاتنين تحت القطر. شيء طوبة نصوحة لله عز وجل، وأنا طوبة نصوحة لله عز وجل وما عادش هسلك خالص يعني. بس تبت إمتى؟ بعد 25 سنة سرقة في المجتمع وكده تبت وقطعت ايدي الشمال تحت القطر، نمت على بطن وقطعت ايدي الشمال تحت القطر، وبرضه بس ايدي اليمين لمدة سنة ونص، قمت ضاعت تحت القطر برضه عشان تبت توبة نصوحة لله عز وجل. والحمد لله تبت توبة نصوحة لله عز وجل، وبرضه مستريح. ويعني كنت بسرق الفات وموبايلات، بسرق ذهب. انا على عفيفي كنت حرامي في المجتمع، وقطعت ايدي وضميري انبني وقطعت ايدي عشان تبت توبة نصوحة لله عز وجل، وتبت فعلا وما عادش سارق. دكتور ما اعتقد ايه الداخليه اليمين دي، انا فضلت 25 سنه اسرق ومش عارف اتوب. كل يوم ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيقول لك توب وبتم مفتوح. انا حاولت كتير اني اتوب ما عرفتش اتوب. طب ربنا بيقول لك تاني، ربنا بيقول لك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت لو كنت سرقت فاطمه بنت محمد لما محمد كان قطع ايديها، صح؟ انا يعني